السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحلى متابعين في الدنيا. معاكم منى أحمد في قناة فن الطبخ. النهاردة إن شاء الله هنعمل فيديو جديد عن الكيكة. نعمل الكيكة اليومية بالبرتقال، وهقولك بديل البرتقال هيكون بديله ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. المقادير معانا هتكون 3 كوبايات دقيق، وهنشيل منهم 3 معالق دقيق وهنحط بدلهم 3 معالق نشا، بس انا ما خدتش بالي اللقطة دي ما جاتش. و5 حبات بيض، وكوباية عصير متصفية كويس، وكوباية زيت، وبشر برتقانتين، معلقة كبيرة محسن كيك أو كيك شيف، ورشة فانيليا ورشة ملح، ومعلقة خل كبيرة. دي عشان خاطر بتخلي اللون بتاع الكيكة يبقى فاتح، ولو في لون طعام يبقى أفضل بكتير، لأن أنا ما كانش عندي لون الطعام، واللون ده بيبقى صحي وبيدي لون جميل قوي للكيكة. أنا ما كانش طبعا عندي فما استخدمتش، فانت لو عندك استخدمي منه نقطتين. هو بيعزز لون الكيكة وبيخلي لونها جميل قوي، بيبقى برتقاني. هضرب في الخلاط البيض مع العصير واحط عليهم السكر، واهم حاجة السكر هنا يكون فاتح معانا هو والزيت عشان ما يغمقوش الكيكة. وهنحط الفانيليا والملح عشان ريحة زفرة البيض، وهنحط بشر البرتقال. اهم حاجة ناخد بالنا واحنا بنبشر البرتقال ما ناخدش الجزء الابيض اللي في البرتقال عشان بيمرر الكيكة. انا هنا كنت عاملاها بالسكينة، بس كنت واخدة بالي عشان خاطر ما كنتش لاقيه المبشرة. وهنضيف السكر، واول ما نضرب الحاجات دي كلها كويس في الخلاط واللون بتاعها يبقى فاتح هنحط الزيت. ولو مش متوفر عصير البرتقال البلدي ممكن تضيفي عصير تانك، هتحطي ظرف كامل، بس مش اليوسفي اللي هو البرتقال، عشان اليوسفي بيبقى حادق شويه. وايه هي اسباب فشل الكيكه؟ ان احنا لما بنشغل الفرن قبليها بفتره كبيره بيخلي الفرن سخن قوي، فبنيجي ندخل الكيكه فتحمر قبل ما تستوي، فتيجي بقى تفتحي عليها تلاقيها هبطت معاكي، فما ما بتبقاش كويسه. فانت لما تيجي تشغلي الفرن تشغليه على درجه حراره 180، وتكون محطوطه في الرف الاوسط، ويكون في نفس الوقت قبليها ب5 دقايق. او مثلا وانت بتعملي الكيكه دلوقتي قربتي تخلصيها في نص الوقت تقومي مشغله الفرن، عشان خاطر ما بتبقاش الفرن شديده قوي وسخنه قوي فتدخليها تحمر قبل ما تستوي. فاحنا عايزين الكيكه تستوي وفي نفس الوقت تحمر، وما تشغليش فوق وتحت، لا انت هتشغلي الفرن من تحت بس. لو استوت معاكي هتختبريها كده بخلة الاسنان او بشوكة او بسكينة. بعد ما تلاقيها استوت لو الوش محمرش بتطفي تحت وبتشغلي فوق، اول ما تحمر بتطفي على طول، وبتسيبيها لمدة 5 دقايق بس كده. بعد ما طفيتي ترتاح وتهدى كده، وبعد كده تخرجيها وتقطعيها. انا كده خلصت خلطت المكونات كلها. هنخل بقى الدقيق، انا كنت نخله قبليها مرتين ودي تالت مره. خدي بالك بس ان انا كنت حاطه النشا مع الدقيق، بس الجزء ده انا مش عارفه راح فين في التصوير، فهتشيلي 3 معالق كبار دقيق وتحطي بدلهم 3 معالق كبار نشا. وهضيف البيكنج باودر اللي هو محسن الكيك، هنخله برضو معاهم عشان ساعات بيبقى فيه تكتلات كده صغيره بيضه ما ببقاش عارفه ايه هي، فالافضل ان انتي تنخري الحاجات دي كلها كويس. هضيف بقى المواد السائله. طبعا قبل ما تضيفي المواد السائله بتكوني مقلبه كويس الدقيق مع المحسن الكيك. هقلب بقى الكيكه كلها كده مع الدقيق مع المواد السائله كويس قوي في اتجاه واحد، يعني ما اقلبش العكس، اقلب كله في اتجاه واحد. انا كده خلاص خلصتها. القوام زي ما انتوا شايفين كده بيبقى ولا سائل قوي ولا تقيل قوي. هجيب بقى الصينيه وادهنها كويس واعفرها كده بعد ما ادهنها بالزيت او بالزبده. هعفرها كده بمعلقتين دقيق، واخبطها كده خبطتين عشان خاطر الدقيق يتوزع في الصينيه كلها، والزياده كله هنزله طبعا مش هسيبه عشان خاطر الكيكه ما تتحرقش من تحت. هنزل بقى الكيكه كلها واوزعها كده في الصينيه باليوسباتيلا عشان خاطر ما يبقاش فيه فراغات من تحت، واخبطها كده خبطتين عشان خاطر الكيكه تتوزع في الصينيه كلها. هدخلها في الفرن، اكون طبعا مشغلها قبلها ب5 دقايق او ب3 دقايق.
وتكون في الرف المتوسط على الشبكة، وتكون على درجة حرارة 180. بعد ما تستوي هختبرها كده بعديها بتلت ساعة، هختبرها بخلة اسنان او بالسكينة. لو استوت من تحت ولسه الوش محمرش هطفي من تحت واشغل من فوق تحمر، وبعد كده هطفي عليها. وبعد ما طفيت عليها هقفل الفرن عليها واسيبها ترتاح بس كده شوية، وبعد كده ابتدي ان انا اقطعها بعد ما بردت، عشان لو قطعتيها وما صبرتيش عليها لغايه ما تبرد هتلاقيها معجنه كده معاكي وما وزعتش السخونيه كلها في الكيكه. فاستني لغايه ما تهدى خالص وبعد كده قطعيها. انا خلاص خلصتها وسبتها تقريبا ربع ساعه لغايه ما بردت، عشان طبعا الجو حر، عشان اعرف ان انا اقطعها معاكم ما تبقاش معجنه. لونها حلو. جربتي اللون الطعام اللي انا قلتلك عليه الاصفر او البرتقاني حطيتي نقطه او نقطتين هيبقى لونها احلى من كده بكتير. جربيها وان شاء الله تعجبك والمقادير تظبط معاكي. لو عجبتك وجربتيها ما تنسينيش بقى في الكومنتات الجميله اللي انتوا بتكتبوها لي دي، وشكرا جدا على الكومنتات اللي انتوا بتكتبوها لي دي، بتشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات جديده. ما تنسونيش بقى بتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديده. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.